يا أيتها البنت الجميلة يعني. مم. والطويلة جدا يعني طويلة. نحن في الشعب السوداني الجميل يعني نوجه رسالة واضحة جدا للشعب الشقيق الجميل اللي انت بتنتمي له يعني. ونقول لكم يعني أن يقولوا لك يعني ردي على هذه الرسالة إنه لن يكلفك أي شيء يعني لا يمكن لقد جعلتيني يعني أنا أقوم بأشياء عجيبة يعني الآن الناس ينظرون إلي وأنا أبدو مجنونا يعني. ولكن يعني ما مشكلة، لا تحملي هما، هذا ليس الموضوع الأساسي. ما أبدو أنا عليه. أنا أريد أن أسألك سؤالا واضحا جدا. أنت يا أخي عندما أنا رأيتك للمرة الأولى لماذا أنت ابتسمت بهذه الابتسامة الجميلة جدا يعني كانت ابتسامة يعني أنا تعلقت بهذه الابتسامة وأصبحت متعلقا بها. ناس متعلق بالابتسامة يعني أنا الآن متعلق بهذه الابتسامة وأنت لا تردين على الرسائل المتعلقة بالتعلق بهذه الابتسامة. فأنا الآن أجد نفسي يعني في مكان ضيق جدا. لا أستطيع التحرك في هذا المكان. شوفي أنت عندك 24 إنذار، عندك 24 سنة يعني ردي براحتك. ولكن شنو يعني ان شاء الله ما تقتل 24 سنه كلها لانها حتكون. اكتبي لي رساله يا ايها الرجل اغرب يا اخي عن وجهي اذهب الى الجحيم. اي حاجه حتى انا افهم ان هذا الطريق يعني قطع وانا ابحث عن طريقه. انا اصلا ما كنت ابحث ولا كنت اصلا اريد البحث. يا اخي انت راجعه محترمه، انثى محترمه يا اخي تفتحين الباب وتدخلين كده وتقعدي كانه البيت بتاع يعني يعني كانه البيت بتاعكم يعني زمان. لا لا ارجوك يعني هذه اللحظه انت تطلعيه في الواقع لانه انا تعبت من الخيال. ماذا تريدين يعني ماذا تريدين يعني هذه المسألة صعبة يا أخي. يا أخي هذه الأشجار كلها لك يا أخي، خذي هذه الورود هدية. وإذا كنت تريدين لو يعني أنا أنت ما في حاجة يعني كل حياتي عايزاه. بس أنت قوليها يعني قولي لي ماذا تريدين وأنا أفعله. والله العظيم أنا ما فعلت هذا الشيء قبل ذلك يعني، ولكني الآن مستعد تماما لفعل هذه الأشياء كلها كلها. قلت لي يعني عملي لستة يعني فاهم لستة. قولي أريد هذا وهذا وهذا والله وأنا معك حتى الآخر. والشعب السوداني كله معك ومعاي يعني فهمتي معك يعني. الناس تكون واضحة يا أختي في العروبة وفي الإسلام ولست أختي في أي حاجة تانية. يعني اتخذي قرار. فإحنا بنوجه رسالة م، للشعب الشقيق ونوصيكم بالتمسك بالعلاقات بين الدولتين لأنه إحنا الآن واصلين مرحلة بتاع الجنون واضح أهو في جن حاصل. أنا جنيت.